فضيلة الإمام، استعرضنا في الحلقات السابقة طبيعة الإنسان وأنه مدني بطبعه، وتوقفنا عند نقطة القوانين الوضعية. نبدأ مع فضيلتكم في حلقة اليوم بحاجة الإنسان المعاصر إلى الأخلاق، وما هي ضرورة وجود الأخلاق في هذا الزمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. إذا ما نظرنا من حولنا في أحوال عالمنا وحضارتنا المعاصرة، أقل أو أي لفتة نظر عقلي أو حتى حسي لما يحيط بإنسان اليوم والإنسان المعاصر من أزمات ومن مشكلات يكفي في الإجابة على هذا السؤال المهم. يتميز عالمنا اليوم أستطيع أن أقول بمصائب وكوارث وحروب وفقر وتلوث بيئة وارتفاع في درجات الحرارة. نعم. أيضا رعب وذعر من الخوف من الفيضانات التي ممكن أن تغمر قرى أو بلاد بأسرها، إلى آخر هذه الأمور التي لا يتمارى فيها اثنان. وهنا أتوقف لأقول أنا لست كما يقول البعض أننا رجل ضد الغرب وضد الحضارة وضد، طبعا الكلام ده غير دقيق أو غير صحيح. الفرق بين أن تكون ضد التقنيات أو التكنولوجيا الغرب أو التطور العلمي الرهيب والمشكور والمحمود والذي يصب في مصلحة الإنسان، نعم، وتوفير الراحة له في قضاء مصالحه وحوائجه إلى آخره، وبين أن تكون ضد ثقافة الغرب، نعم، وعبث الغرب بقيم وأخلاق ثابتة منذ آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا. هم دائما يقولون لا تستطيع أن تستورد تقنيات الغرب الحديثة دون أن تستورد معها ثقافة الغرب أو سلوكه في هذه الآونة الأخيرة. نعم. هذه هي النقطة التي هي محل الخلاف ومحل النزاع بيننا وبين كثير ممن ممكن نطلق عليهم التنويريين أو الحداثيين أو العلمانيين، والذين لو سألناهم طيب أفرض معي أننا سأضرب صفحا عن تقاليدي وعاداتي وبين قوسين المقصود الدين. نعم. حقيقة المقصود ما تقوليش في حرام أو في حلال، سيب الناس تعمل تحت قانون متفق عليه، حتى لو كان القانون ده قانون ضد الأخلاق، حتى لو كان ضد الأخلاق، هو ده المقصود. فيقولون دع الناس هكذا، ومسألة حرام وحلال أبقها كحرية شخصية بين الإنسان وبين ربه. يريد أن يذهب إلى المسجد أو إلى الكنيسة أو إلى المعبد فأهلا وسهلا، لا يريد أهلا وسهلا. أن تحصر في هذه الدائرة فقط. فقط هو علاقة شعورية أو علاقة بينه وبين الله لا تتجسد في أي تصرف مجتمعي أو اقتصادي أو ثقافي أو فني أو أسري أو إلى آخره. فطبعا هذا هذا هو المقصود. نحن نريد أن لا أريد أن أقول نستورد، نريد أن نصنع ما يصنعه الغرب. نعم. في الجانب المادي تماما، ومن حسن الحظ أن الجانب المادي لا يعتمد على الجانب الأخلاقي. نعم. مثلا أنت الآن التقدم العلمي هذا متاح للمؤمن وللكافر على السواء، متى أحسن أي منهما الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذا التطور يتحقق. العلم والاجتهاد. والعلم طبعا المعرفة العلمية. نعم. وطبعا الخبرة
وتطور وتراكم المعارف اللي هو نفس المنهج اللي هو موجود في الغرب. يعني الغرب عمل ايه غير انه هو استثمر ما بين يديه فتطور، وان دي سنه الله في استثمار اي شيء، انه يتغير ويتبدل ويتطور ويزيد. فاذا احنا يعني نؤكد ان الغرب لم يصل الى ما وصل اليه بسبب بعده عن الأخلاق الدينية أبدا. إنما هو بسبب أنه هو فعلا أعطى حق العلم، أعطى حقه من البحث والملاحظة وكذا وكذا وكذا، وكل ده أنتج هذا. إنما ما دخل الفساد الأخلاقي في إنتاج مثلا الطائرة. يعني لو وقف واحد على شفير مصنع الطيران وبيروح الكنيسة في الغرب، يعني الصناعة دي تتقهقر، ولو وقف أمامها واحد ملحد الصناعة دي تتطور. هذه هي يعني النقطة التي تعبث بأمانتنا في التعرف على حقائق الأمور. المسألة أن أنا أصنع طائرة أو أصنع وأخيرا السلاح، ولو أن السلاح ده يعني مش لي أنا طبعا، للكبار في العالم لهم تحفظات على اقتصاد السلاح، وكيف أنه أصبح اقتصاد رقم واحد ويفوق اقتصاد يعني كل الاقتصاديات الأخرى، حتى الطب والزراعة والصناعة وغيرها. هو يتجاوز كل هذا. السلاح الآن يقول لك تجارة السلاح وتجارة المخدرات، يعني حتى يميها مع تجارة هذا موضوع لا نريد أن ندخل فيه الآن، ولكن نريد أن نفرق بين ثقافة الغرب وبين التقدم العلمي في الغرب. لا علاقة بينهما على الإطلاق. أنا ممكن أستورد التقدم العلمي وأقتدي به وأحاول أن يعني ألحق به، وفي نفس الوقت لا أستورد سلوكا واحدا من سلوكيات الغرب التي تناقض شخصيتي وسلوكي وجذوري الحضارية الممتدة في الماضي إلى آلاف السنين. يا أخي أنا كمصري حضارتي يعني ذاهبة إلى 5000 سنة في الماضي، وحضرتك روح وشوف يعني آثار العقل المصري في الكيمياء، في الطب، في العمارة. روح شوف يعني حضرتك، أنا من بلد أثري الأقصر، روح شوف حضرتك الرسوم الموجودة على الحوائط الآن محتفظة بألوانها كأني 5000 عام أو أكثر، كأن الفنان دلوقتي نازل منها، اللون كما هو من آلاف السنين. الغرب الآن لم يصل إلى هذا، لكن طبعا احنا ما يصحش نتغنى احنا المفروض نتغنى بما وصلنا إليه اليوم وليس بما وصل إليه أجدادنا. لكن أريد أن أقول إن العلم، وخذ بالك برضو العلم أو الثقافة أو العلم التقني أيام القدماء المصريين كان ممتزجا بالدين. امتزاج شديد، وكل حضارتهم قائمة على الدين، وخلدوا هذا على جدران المعابد يعني المقابر، وده شيء معروف ويعترف به الغربيون قبل الشرقيين. فإذا مشكلتنا يعني حين نقول أن العالم عنده كوارث وعنده كذا وكذا وكذا، هذا ليس رفضا، وإنما هو أولا تقرير حقيقة، ثانيا أنا مطالب بأن أكون مثل الغرب. يعني والشرق الآن بدأ يعني يسير في هذا الاتجاه، ولكن ليس الشرق يعني أقصد بين قوسين المنطقة العربية مثلا، إنما في من المناطق الإسلامية والمناطق الشرقية غير الإسلامية فعلا فضلت لهذا، وهي الآن تقوم بدور تحصيل المعرفة التقنية المادية العلمية المادية التجريبية دون التخلي عن التقاليد والتراث والأخلاق، وهي متيقظة لعدم تسرب السلوك الغربي إلى شبابها وشعوبها وأطفالها ورجالها ونسائها. وحتى في تراثنا فضيلة الإمام لم يقيد الدين العلم على الإطلاق. يعني في فترات التقدم العلمي للمسلمين كان لدينا ابن النفيس والخوارزمي وآلاف غيرهم
من الاكتشافات العلمية التي بنى الغرب عليها حضارته. لأن حضارتنا المبنية على القرآن الكريم، القرآن الكريم ترد كلمة علم ومعرفة ويعني وأعطاها صفات السمع والنظر وكذا. نعم. أكثر من 400 مرة في القرآن الكريم، دعوات إلى العلم، وفتح العلم. لم يقل العلم بمعنى العلم الديني، بالعكس، يعني المفهوم العلم مفهوم واسع جدا يشمل كل، لكن يشترط أن يكون نافعا. نعم. لأن يعني العلم اللي غير النافع كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، وأعوذ بك من علم لا ينفع. نعم. لأن معنى علم لا ينفع أنه علم يضر، وأنت تعلم الآن والكل يعلم أن يعني أن علوم اللي تمت في قتل الناس، كيفية قتل الناس والحروب وكذا وكذا، والأسلحة الفتاكة والمدمرة والأوبئة يعني دي كلها، من يقول أن هذا العلم مطلوب إنتاجه ومطلوب التخصص فيه ومطلوب كذا يعني. فإذا نعود ونقول أن مجتمعنا الحالي أو حضارتنا الحالية حضارة فعلا هي ضد الأخلاق. وأنا سبحان الله اليوم صباحا يعني وأنا أنظر إلى الصحف، الخبر الأول في وكالات الأنباء حذرت الأمم المتحدة من أن ما يقرب من 80% من فقراء العالم أو نحو 900 مليون شخص يتعرضون بشكل مباشر لمخاطر مناخية تتفاقم بسبب ظاهرة الاحترار العالمي. نعم. دول كأنه ضحايا لا وزن لهم. قال القائم بأعمال رئيس برنامج الأمم المتحدة إنه لا أحد بمنأى عن الآثار المتزايدة الشدة والمتكررة لتغير المناخ، مؤكدا أن الفقراء، ودائما هم دول اللي بيدفعوا الثمن، أن الفقراء هم الشريحة الأكثر تضررا من قضايا المناخ وتبعاتها من موجات الحر والجفاف والفيضانات. وأضاف بيان مؤتمر الأطراف الثلاثين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكوب 30 اللي حيكون في البرازيل، يجب أن يكون فرصة لقادة العالم لاعتبار العمل المناخي عملا ضد الفقر. يعني مش كفاية الفقر، كمان فيه كوارث المناخ. نعم. ونشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز أبحاث مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية المؤشر العالمي السنوي للفقر المتعدد الأبعاد الذي بات يشمل بيانات من 109 دولة تضم 6.3 مليار نسمة. سبحان الله. لأن هذه السلوكيات فضيلة الإمام يتحكم فيها فقط الطمع والجشع واستغلال النفوذ واستغلال ثروات العالم الفقير وتنحية المنظومة الأخلاقية المتكاملة. نعم، هو هذا الذي نريد أن نصل إليه. ثم يعني نتساءل ما السبب في وراء ذلك. يعني نعم. يعني ليه الغرب ما كانش يعني يمشي كما مثلا تريد الأخلاق الإنسانية من تعاطف وتراحم وتواصل وتعارف، زي اللي معروفة يعني قانون الحضارة في الإسلام هو قانون لتعارفوا. نعم. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لا لتقسموا العالم إلى عالم فقير وعالم غني، ولكن لتعارفوا. والتعارف معناها التعاون، يعني يتعرف كل منا على ما عند الآخر من أوجه التعاون. إذن نحن حين نقول ذلك، أولا لسنا أعداء للحضارة الغربية في جانبها المادي. نعم. هذا يعني لا ينكره إلا ولو أن هناك كتابات غربية، خذ بال حضرتك برضو، تتمنى أن لو لم تكن الحضارة الغربية المادية نعم. بهذا السعر الموجود الآن، ويعني وبهذا الذي وصلت إليه من تخويف للإنسان أكثر مما يعني أن تحمل إليه وعودا بمستقبل
يعني طيب ومستقبل باهر أو مستقبل إنساني على الأقل. لأن الضرر حتمي في النهاية فضيلة الإمام سيطالهم هم أيضا، حتى وإن طال الزمن ولديهم الإمكانات ولديهم الأدوات لن يستطيعوا التحكم طبعا في هذا هو فعلا العالم. وهو شوف يعني أصل اللي يفتح هذا الباب يدفع ثمنه في النهاية. نعم. ويعني تشوف مثلا الكوفيد اللي هو الأخير لا تزال يعني اتهامات متبادلة، وأن ده يعني صنع خصيصا في كذا إما لأنه يريدون أن يروجوا مبيعات، وطبعا وعندهم يعني الدرهم والدينار أغلى من الإنسان نعم. بكثير جدا، أو أنه يعني هو نوع من كان يعني من الغفلة في تحضير أشياء إلى آخره. طبعا هذه أمور احنا لا نهتم بها كثير، ولكن الذي نهتم به أن هناك ضحايا ذهبوا يعني ثمن لهذا الذي حدث، لهذا التقدم العلمي الخطير والعبث بالفيروسات والى اخره. انا شخصيا ويعني واتحدث عن نفسي وعن تاريخي لا اقبل وارفض ثقافه الغرب. نعم. لسبب بسيط، ليس لانها ليست ثقافه اسلاميه، ولكن لانها ليست ثقافه انسانيه، فيها كل عيوب الغطرسه والكبر والتميز. وهم يقولون نحن شعوب متميزة والشرق شعوب متخلفة فقيرة جاهلة ترسب في أغلال الكسل وكذا وكذا إلى آخره. فضيلة الإمام عفوا قطع، ولكن هل يتقبل هؤلاء دعاة التنور والثقافة أن يعاملوا كجنس أدنى من أصحاب هذه النظرية؟ هم يعتقدون أنهم أكثر تميزا وأنهم الأولى بالقيادة والباقي تابع لهم. من يبيع قلمه يبيع كل شيء. نعم. باختصار شديد يعني. لكن نحن نريد أن نقول نحن ندعو إلى الحضارة الغربية التقنية، ولكن لا ندعو إلى حضارة تحتقرني. نعم. وحضارة تعتقد أنها يعني هي الأعلى شأنا، النوع الإنساني الراقي الأبيض. نعم. وأنا نوع إنساني همجي، ويجب أن هو يأتي ويعلمني ويثقفني ويهذبني ويفرض علي أن أتبع ثقافته حتى أكون مثله. نعم. هذا هو المرفوض. وأعتقد أنه لا يوجد إنسان يعني لديه ذرة إخلاص لهذه الأرض التي يعيش عليها في الشرق يستطيع أن يقول غير ذلك. فإذا لو سألتني ما السبب؟ السبب هو أخلاق الغرب الحديثة، أخلاق الجشع، أخلاق المال، أخلاق الحرية التي بلا سقف بين قوسين، الفوضى، سواء كان الفوضى الجنسية، الفوضى كذا، هم طبعا ده قبلتهم الفوضى رقم واحد. تلبية الغرائز والشهوات المنحطة على حساب القيم العليا والمثل والأخلاق الإنسانية التي عرفها الإنسان، والتي هي لا تزال حتى الآن هي الميزان أو المؤشر الذي أعرف به حضارة إنسانية وحضارة بهيمية. فهذا هو السبب أول حاجة، أو السبب الأكبر أنهم فصلوا منذ 3 قرون تقريبا أو 4 قرون، فصلوا الأخلاق، قالوا نهضتنا نبنيها على أخلاق، ولكن أخلاق منفصلة تمام الانفصال عن توجيهات الدين. لأن احنا أولا بدأنا بالدين وأقصيناه ويعني ألقينا به جانبا وجعلناه منحصرا منبوذا في علاقة الفرد بخالقه أو بالله سبحانه وتعالى. ده إذا كان يعترف بإله، لا يعترف له الحق في هذا ويصبح ملحد. هذه يعني هذا هو الطريق الذي مشى في أقصى أولا الدين. ثم بعد ذلك قالوا طبعا ده منطقي، تقصي الدين وتهاجمه، ثم بعد ذلك تأتي بأخلاق ترتبط بالدين ستتناقض. فهم طبعا منطقيا قالوا وأما الأخلاق فيجب أن تكون مبتوتة الصلة بالدين وتوجيهات الدين. وده أكبر يعني فلاسفة كبار، شوبنهاور مثلا، كانت،
وهو يعني رجل له وزن، حتى يسمى كانت العظيم الفيلسوف الألماني. هذا الرجل أيضا يعني فصل العلاقة بين الدين وبين حتى يعني من استدلالاته يعني كان يقول أن الأخلاق يعني حق وواجب، والعلاقة بين هذا كلامه يعني العلاقة بين الناس وبين الله في الأديان في الدين نعم. هي علاقة يعني ما فيش، العباد ليست لهم حق على الله، فبالتالي ليس عليهم واجب. نعم. ليس عليهم واجب، لأنه هنا لا توجد علاقة حق بواجب، والأخلاق كلها تقوم على هذه العلاقة. نعم. لأن أنا لما أتعامل مع الآخر هو له حق علي، أنا علي واجب تجاه هذا الحق. نعم. فهو بيقول العلاقة مش موجودة مع الله في الدين. الناس تركهم يعني لعقائدهم، لمشاعرهم الخاصة، لعباداتهم الخاصة، لكن ليست هناك علاقة حق وواجب، وإلا فأين الحق الذي للعباد على الله؟ ما فيش. هو طبعا يعني من منظور تطبيقات وقراءات خاطئة في العالم الغربي وليس لدينا هنا. بالضبط، يعني بالعكس، ده يعني عندنا حتى في نفس الكلمة في الإسلام، كذا من لقيه لا يشرك به شيئا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وفي يعني كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني عملها حق، هو ألزم نفسه سبحانه وتعالى بهذا. فده موجود وفي نصوص كثيرة جدا. لكن فيلسوف عظيم، لأنه طبعا لم يعني تتاح له الفرصة لأن يقرأ ما في الأديان الأخرى في ذلك الوقت. فيعني هؤلاء سبينوزا كل مجموعة من الفلاسفة المعاصرين هم الذين بتروا العلاقة بين الأخلاق الغربية وبين مصدر الدين، اللي سنبين أنه لا أخلاق بغير دين. شكرا فضيلة الإمام، ونستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله.